كالمعتاد في ظل أجواء امتحانية مناسبة ومريحة للطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. كما شاهدتم أن العملية تسير بشكل جيد ودقيق، ونتمنى لأبنائنا الطلبة والتلاميذ التوفيق والنجاح. جميع المناطق في المحافظة تنفذ فيها الامتحانات ويشرف عليها زملائنا الموجهون التربويون والاختصاصيون الموزعين على جميع مناطق المحافظة طبقا لأماكن سكنهم. فكل مجمع تربوي يوزع فيه الموجهون التربويون والاختصاصيون على مدن وريف المحافظة كما ذكرت. وجميع امتحاناتنا ولله الحمد بدأت منذ اليوم الأول، لكن تختلف المعاناة من مكان إلى آخر. قمنا في هذا الصباح بجولة ميدانية للاطلاع على واقع الامتحانات وعلى حسن سير العملية التربوية في هذه المحافظة. الامتحانات تجري وفق البرنامج المحدد لها وبأجواء مناسبة وبشكل جيد ضمن الشروط المعتادة من الهدوء. نحن قدمنا كتير كويس وكتير كانت الأسئلة سهلة ونحن كتير الوضع كان كويس، ونتمنى للي ما قدموا انه يشجعوا حالهم وان شاء الله رح يقدموا. نتمنى انه نيجي لهون ومن شان الدراسة اللي منيحة وتأمين الظروف المناسبة للدراسة. هون في كل شيء متأمن الآن. نحن سلاحنا الإعلام واليوم قدمنا فحص وكان سهل، وإن شاء الله اللي ما قدموا فحص بيقدموا السنة الجاية وبيرجعوا على محافظاتهم. إصرار من الأجيال السورية على تأدية امتحاناتهم كواجب وطني ينبع من تصميمهم وإرادتهم على بناء مستقبلهم المشرق ومحاربة الإرهاب. نظم فريق بصمة سوريا التطوعي في الكويت حملة تضمنت توزيع هدايا رمزية